أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك متهالك. المشاهدون الكرام، أحييكم من قناة سلام الإعلامية المباركة، وأدعوكم بكل ترحاب لمتابعة الحلقة رقم 88 في برنامج مع اللغة العربية، فأهلا ومرحبا بكم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. أيها الأحباب الكرام، أحييكم مرة ثانية، وأتمنى لكم أن تقضوا معنا هذه الدقائق ونخرج وإياكم بشيء مما يفيدنا جميعا. هذه الأيام عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، يعيش الشعب الإريتري أينما وجد ذكرى عاطرة، وهي ذكرى الاستقلال المجيد في أعامها 32. إن هذا الاستقلال المجيد الذي عمد بالتضحيات الجسام وبالنضال والجهد وبالدماء، حري بنا أن نحتفل ونقف عند هذا اليوم، وكلها أيام الله سبحانه وتعالى. ولكن يظل 24 من مايو كيوم خاص للشعب الإريتري، يتذكر فيه ويتأمل فيه، وينبغي أن يكون يوما للعظة ويوما للشكر كذلك. أولا شكرا لله عز وجل على أن هيأ لنا مناخ أن تكون لنا دولة نتمتع بما تتمتع به شعوب العالم، من دولة ينتمون إليها، وفي نفس الوقت كذلك هي شكر وتأمل، وفي ذات الوقت إعمال مراجعة. ونحن في كل ما نتبدى به إعلاميا لسنا ضد الاحتفال، ونؤكد ذلك. نحن مع الاحتفال ومع تقدير هذا اليوم وتقدير أولئك الذين ضحوا بأنفسهم وبمستقبلهم وبحياتهم من أجل أن ينعم هذا الشعب الإريتري بهذه الحرية التي نستمتع بها نحن اليوم. نعم، أفراحنا غير مكتملة، وهي الحياة هكذا، والإنسان طبعا مبتلى وممتحن دائما، ولكن علينا أن نعمل مراجعات في هذا اليوم. علينا أن نتساءل مع أنفسنا ماذا قدم لنا هذا اليوم وماذا قدمنا له، وما هي الاستحقاقات التي من أجلها دفعنا بالغالي والنفيس. هذه التساؤلات إذا ما غابت عن يوم كهذا، فإن المناسبة تصبح مجرد ذكرى عابرة، وذكرى ليس لها أي وقفة من التأمل. ونحن كأمة مسلمة وأمة إريترية ملزمون أن دائما أن نستفيد، والأيام عبر، ولمن اعتبر طبعا. وديننا الحنيف يدلنا على أننا لم نخلق في هذه الدنيا عبثا، إنما خلقنا للتأمل. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. واحدة من التأملات فيما يتعلق أن تربط دنياك بآخرتك وآخرتك بدنياك، أن تتأمل في حياتك كذلك، أن تتأمل في المحطات التاريخية التي مررت بها. إن لم يكن لك وطن، طبعا أرض الله واسعة ما في شك، ولكن الأوطان برضو ربنا خلقها عشان ما يمارس فيها الإنسان عباداته ومعتقداته وإيمانياته، وينتمي إلى ذلك البلد، والدفاع عن الوطن والدفاع عن العرض والدفاع عن الدين والدفاع عن الشرف ينال من خلالها الإنسان الذي يعني يرحل وهو يدافع عن هذه هو شهيد على رأي كثير من العلماء.
وبالتالي هذا الوطن الذي تنال بالدفاع عنه مرتبة الشهادة والسمو، يعني جدير بأن يعني تتأمل فيه المشاهد وتتأمل فيه المحطات التاريخية التي مر بها. من هنا تأتي هذه الحلقة عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، أن نقول اللغة العربية وحصاد 32 عام، أو في هذا المعنى، أو حصاد اللغة العربية خلال 32 عام كان ماذا كان حصاد هذه اللغة؟ لماذا نطرح هذا السؤال؟ هذا السؤال يطرح نفسه في ظل التأملات التي أدعو إليها والمراجعات التي ينبغي أن يعني يعملها أي إنسان إريتري فيما يتعلق ب يعني حياته. يعني التاجر يقول مثلا، المستثمر يقول ماذا أنتجت خلال 32 عام من عمر الاستقلال، ولكي يعمل مقارنة بين الفترة التي عاشتها إريتريا في ظل الاستعمار، من استعمار لاستعمار، وتحت ظل الحرية والاستقلال الذي عمدت بالاستشهادات الجسيمة والكبيرة، وكل يعمل على شاكلته، كل يتساءل ماذا حصدت من هذا الاستقلال؟ ما في شك أنه أي إنسان إريتري دفع فاتورة في هذا الاستقلال. هذا الاستقلال وهذه الحرية ليس صاحبها إلا الشعب الإريتري، ليس هنالك تنظيما ولا حزبا ولا أفرادا أو جماعات معينة بعينها تقول إن هذا الاستقلال هو نحن الذين أتينا به. إن هذا الاستقلال هو ثمرة نضال هذا الشعب منذ أن عرفت إريتريا وحتى تاريخه. وبالتالي الاستحقاقات هي استحقاقات كل الشعب الإريتري، وبالتالي كل يحق له أن يقول ماذا حصدت من هذا الاستقلال. طبعا في نفس الوقت هو برضو ماذا قدم، لكن يعني باعتبار أن الشعب الإريتري هو قدم، كان ينبغي أن يحصد حصاد استقلاله وحريته. ولذلك نحن في هذا البرنامج نتساءل ماذا كان حصاد هذه اللغة التي نتحدث ونعمل من أجلها، هي اللغة العربية. حصاد اللغة العربية في دفتر وحصاد 32 عام. ماذا كان حصادنا نحن كشعب إريتري ما يتعلق خاصة بهذه اللغة؟ لكي نجيب على هذا التساؤل، أو نحن ندعو إلى إطلاق تساؤلات عدة، نحن نطلق هذا في هذا البرنامج حصاد اللغة العربية في إريتريا خلال 32 عام ماذا كان؟ ومن حقنا نسأل، لأن عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، الشعب الإريتري وهو يناضل من أجل الحرية، من أجل الاستقلال، من أجل كرامته، من أجل عزته، من أجل أن يتمتع كما يتمتع به الآخرون في هذه الدنيا، كان يعني واضع نصب عينيه أو يغنو إلى أشياء كان يفتقدها الشعب الإريتري في فترة الاستعمار، خاصة عندما آلت الأمور إلى إثيوبيا بفترتين: فترة الملك الإمبراطور هيلي سلاسي وفترة نظام الدرك. وحتى في الفترة التي أعقبت هزيمة الطليان ودخول الإدارة العسكرية البريطانية خلال 10 سنوات، كان دائما يتطلع إلى أشياء كثيرة. من الأشياء التي كان يتطلع إليها الشعب الإريتري، خاصة عندما دخلت إثيوبيا في بداية الخمسينيات ودانت لها دولة الحكم، وتلك القسمة الضيزة التي من خلالها تم ضم إريتريا إلى إثيوبيا قهرا وعنوة وإكراها، الشعب الإريتري يظل يتطلع إلى أشياء كثيرة. أنا سأذكر بعضا من تلك الأشياء أو الاستحقاقات التي كان يناضل من أجلها. واحدة منها يعني أن تكون لإريتريا دولة مستقلة. الدولة المستقلة ماذا تعني الدولة المستقلة؟ الدولة المستقلة تضم أشياء كثيرة، منها مثلا أن يكون هناك علم إريتري. العلم الإريتري الذي يعني حتى لو أخذنا العلم بتاع البرلمان 52 الذي أجازه بعد نقاشات طويلة، وحتى حسم مسألة اللغة والعلم وما إلى ذلك، النشيد وكذا ما دخل عليه لأنه الفترة ما كانت كافية.
واحدة من الأشياء التي كان يتطلع إليها الشعب الإريتري وهو منخرط في قطار الثورة ويقدم من أجلها الغالي والنفيس، كانت واحدة من الأشياء التي تأتي في إطار الدولة، السيادة وما إلى ذلك، كانت واحدة منها اللغة. كذلك كان العلم. أيضا كان أن يكون لإريتريا نشيد الوطني الخاص بها، أن يكون لإريتريا اللغة كما قلت. وعندما نقول اللغة، خلينا بس على دستور 52 اللي هو أقر البرلمان، داخل البرلمان الإريتري أقر أن تكون اللغتين العربية والتجرينية هي اللغات الرسمية للشعب الإريتري. وتلك تعتبر طفرة في العمل السياسي والوعي الوطني. يعني إريتريا كانت تستاهل أن تأخذ جوائز في تلك الفترة. تخيل في عام 52 البرلمان حسم المسألة هذه، بينما غرقت كثير من الدول في بحور من الخلافات وسكبت ما سكبت فيها من الدماء والخلافات الوطنية. ولكن إريتريا بحمده تعالى يعني حسمت المسألة هذه. نقاش طبعا كان نقاش داخل البرلمان، نقاش ليس سهلا، ولكنه كان نقاشا وجدالا عاديا في أروقة العمل البرلماني، شيء عادي. حسمتها وقالت اللغات الرسمية لإريتريا اللغتين العربية والتجرينية. وكل الطيف الإريتري كان يدخل، مجموعة منه حتخش في عباءة اللغة العربية، ومجموعة منه كانت تخش في عباءة اللغة التجرينية. بذلك حسمت المسألة. وكذلك مسألة البرلمان كيف يكون، والدستور 52 يعني حاجة، يعني مقارنة بما آلت إليه الأمور اليوم. يعني نحن نتطلع إلى نسبة أقل، نسبة 10% من دستور واحد 52، ولكن يعني لا حياة لمن تنادي. على كل عزيز المستمع، حتى لا نتفرع في في حيثية هذه الحلقة، أنا سأركز في مسألة اللغة. عندما تم القضاء على الدستور الإريتري وانضمت إريتريا إلى إثيوبيا قهرا وأنزل العلم الإريتري، تم القضاء في البدء على اللغة العربية، ثم تم القضاء على اللغة التيغرينية، وتم إحلال محلها اللغة الأمهرية، وتأمهرت الدولة والشعب، وأصبح من لا يتحدث الأمهرية حتى ليس إريتريا. يعني حتى نحن الذين لم ندرس في مدارسهم ولم لم يقف أمامنا معلم ليقول لنا إيه هو هي ها هي هو وكده بتاع، يعني برضو لأن كانت لغة المستعمرة ففهمناها وتحدثنا بها. وإلى درجة أنه برضو مرات في يوم من الأيام في عمل وزارة الإعلام كنا نترجم من الأمهرية إلى اللغة العربية. يعني كيف يعني الحاكم لما ينشر لغته كيف يغير تركيبة المجتمع. وبالتالي أصبحت لغة الشارع وتستمع إليها وخلاص بقينا جزء لا يتجزأ من ذلك. في صيرورة العمل الثوري والنضالي، الشعب الإريتري ظل يتطلع 30 عاما، يتطلع إلى اليوم الذي تعاد فيه الحقوق بعد ما يتحرر هذا الشعب ويحقق دولته المستقلة. وكان الشارع الإريتري عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة بشوق ولهفة ينتظر اليوم الذي تعود فيه الحقوق. واحدة منها كانت الحقوق اللغوية، أن تعود اللغة العربية واللغة التيغرينية إلى دولاب العمل الحكومي المؤسسي. دعك من التفاصيل الأخرى، نحن سنتحدث في موضوع اللغة العربية. موضوع اللغة العربية الذي يعني كان يتطلع إليه الشارع الإريتري، وليس مجرد أحلام وليس مجرد أماني فقط، لأنه لو عملنا رصد لأدبيات الثورة الإريترية بشقيها، الجبهة الشعبية وجبهة التحرير الإريترية، أو فلنقل الجبهة التحرير الإريترية، نبدأ بالأصل ثم الفروع وما تفرع عن الجبهة الأم. الأدبيات التي كانت في أدبيات الثورة كانت زاخرة، وكم هائل من المنتجات، النتاج باللغة العربية أعني، سواء كان في مجلات ومناشير
وأناشيد وأغاني، أشعار وخطابات لم تخلو مناسبة يتحدث فيها أي قائد لأي مجموعة كانت. حتى هذه الزمرة التي تنكبت الطريق وقضت فيما قضت، وهذا مركز حديثنا إن شاء الله، حتى هذه الزمرة في بداياتها كانت لابد أي واحد يتحدث إلى فصيلة، إلى كتيبة، إلى سرية، إلى الشعب، لابد أن يتحدث باللغتين العربية والتجرينية. وفي ذلك دليل واضح على أن هذا الشعب له علاقة مباشرة باللغة العربية وعلاقة مباشرة باللغة التجرينية، وأن لا تعلو واحدة على الأخرى. وكان إلى في عهد الثورة طبيعي جدا أن تتحدث باللغة العربية ويفهمك كل الناس، طبيعي جدا تتحدث باللغة التجرينية ويفهمك كل واحد قاعد، سواء كان مقاتل أو غير مقاتل. كانت الثورة في تصالح لغوي وفي مسار إلى عهد بعيد، يعني بمعنى على الأقل 15 عام الأولى من عهد الثورة، بتذبذبات تراجع هنا وهناك، نستطيع أن نقول أنه كانت لغة الثورة هي اللغة العربية واللغة التجرينية. ولذلك الحلم الذي كان، يعني أنت عندما تجد مناشير من الجبهة أو من أي فصيل، حتى من الجبهة الشعبية بداخل المدن، مناشير مكتوبة باللغة العربية واللغة التجرينية، ويقرأها الشارع ويتطلع إليها ويتعامل معها بشكل يعني عادي وطبيعي يعني. واستمرت العملية هكذا إلى أن جاءت المجموعة التي تحكم اليوم. وفي الفترة ما بعد الخمس سنوات الأولى، يعني حتى المؤسسين للتنظيم الذي يحكم اليوم كانوا في كثير من الذين يتحدثون اللغة العربية، بل الذين أسسوها هم المتحدثين باللغة العربية. لكن لأن كان في نفس يعقوب الحاكم بأمره شيء، فشيئا فشيئا شيئا فشيئا تم تراجع اللغة العربية. وحتى الذين يعني أسسوا التنظيم وكانوا على يعني مراكز قيادية عليا، شيئا فشيئا وجدوا أنفسهم أنهم غرباء الوجه واليد واللسان في اللغة العربية، وتماهوا مع اللغة التجرينية. وهكذا أصبحت يعني لغة التنظيم ولغة العمل وكذا وما إلى ذلك، أصبحت اللغة التجرينية وأصبحت اللغة العربية غريبة، أن تتحدث بها أصبحت غريبة. هنا خلى الميدان تماما وخلت، وأصبحت اللغة العربية غريبة، غريبة في تراكيبها، غريبة في الناس اللي يتحدثوا بها، وغريبة إلى أن دخلنا لمحطة 91 اللي هو 24 مايو 91. وحتى ذلك العهد برضو التنظيم الذي يحكم الآن يعني كان له إصدارات كثيرة باللغة العربية، سواء كان مجلات ومناشير. إعلامه كان يعمل يعني اللغة العربية بدت باللغة الإذاعة مثلا بدت باللغتين في آن واحد، العربية والتجرينية، وكذلك العفرية لحقتها إن لم تكن بدت معها. لكن إنه الثلاث اللغات على الأقل العربية والتجرينية ومعها اللغة العفرية بدت في وقت واحد في صوت الجماهير الإريترية، وشيئا فشيئا دخلت فيها لغة التجريت وما إلى ذلك. بالتالي إعلام المجموعة الحاكمة اليوم التي تركبت الطريق وحاربت اللغة العربية وأهلها ومثقفيها وعلمائها ومعاهدها ومراكزها وكل ذلك، يعني هي كانت على علم أن هذه اللغة العربية هي بحوجة إليها حتى تمرر سياساتها وتجند الشعب وتثور الشعب الإريتري وتجيشه وتخليه يلف في يعني ينخرط في العمل الثوري والنضالي. وإلا لماذا كانت تتحدث صوت الجماهير الإريترية؟ ونذكر عدد هائل من زملائنا الإعلاميين الذين سبقونا بالعمل في صوت الجماهير وفي الإعلام الإريتري على أكمل وجه، على بشكل عام. يعني لماذا كان الخطاب باللغتين في ذلك الوقت؟ قد يتساءل الواحد الآن ويقول ماذا تقول يا أيها المتحدث الآن؟ ما في خطاب برضه باللغة العربية، وأنت كنت تعمل في القسم العربي في الإذاعة وفي القسم العربي في التلفزيون، وكنت نائب رئيس تحرير في الجريدة الرسمية. نعم، هذه أشياء لا أنكرها ونعلم وجودها،
لكن نحن نتحدث عنها كواقع عملي في صيروره ديمومة العمل، واقعها على مستوى الشارع الإريتري. وأنا سأتحدث كيف تعامل الإعلام المسموع والمقروء والمكتوب مع اللغة العربية تحديدا بعد العام 91. هذا الذي يهمنا. في مرحلة الثورة أي منشور يطلع بالتجرينية كان يطلع باللغة العربية، كان يعني على حد سواء، ند بند، يعني يصدر بيان يصدر بيان، تعليق سياسي تعليق سياسي. هكذا كانت إلى أن دخلنا 91، وهي المرحلة التي نحن شهود عليها. بالتالي واحدة من الأشياء التي كان ينتظرها الشارع الإريتري أن تعود هذه اللغة كممارسة، تعود اللغة العربية. عادة اللغة التجرينية ما في شك، عادة اللغة التجرينية دي واحدة من الأشياء التي غيبها المستعمر الإثيوبي وفرض اللغة الأمهرية. عادة اللغة التجرينية فأصبحت لغة الشارع ولغة الدولة ولغة العمل ودواوين الحكومة، واللغة العربية كعنوان موجودة، كعنوان موجودة. تفتح البطاقة بتلقى اللغة الحكومة الإريترية المؤقتة جيزياو منجستي إريترا، تلاقيها بالتجرينية وتلاقيها بالعربي، والاسم شم سراح المهنة، وهكذا تلاقيها. تمشي الجوازات حتلاقي الفورم موجود، يعني مكتوب باللغة العربية واللغة التجرينية وشوية إنجليزي برضو فيها على كل، والعناوين موجودة. لكن في الواقع العملي، في الواقع العملي هل ما هو حصاد في المدارس في المناهج؟ وهل أصبحت اللغة العربية كما كانت في العهد السابق؟ عندما دخلت إثيوبيا كان الشارع الإريتري بلا تمييز، مرتفعات منخفضات، مسلمين مسيحيين، متعلمين أميين، كانوا يتحدثون اللغة العربية. اللغة العربية فيها اللكنة الإريترية، هي خليط بين اليمني والسوداني والحجازي، وفيها اللكنة المحلية، لكن كان الشارع كله والله يتحدث اللغة العربية واللغة التجرينية على حد سواء. والدليل على ذلك عزيزي المشاهد، نحن عندما دخلنا إريتريا 91 أنا لم أجد صعوبة، وأنا لم أتحدث التجرينية ساعتها حتى لو كنت أسمعها، إنما في الشارع لم أجد، وفي قلب المرتفعات نحن موجودين في أسمرة ساعتها، لم أجد صعوبة في التعامل باللغة العربية في أي دكان، لأنه الدكاكين والأماكن التجارية وكذا سواء كانوا مسلمين مسيحيين كانوا متقدمين في السن، فتتحدث معهم يتحدثوا باللغة العربية. وإذا سألتم يقول لك نحن درسناها، يعني هذه لغتنا، بدون أي حساسية، بدون أي حساسية. لا المسيحي متحسس من اللغة العربية ولا المسلم متحسس من اللغة التجرينية. شيئا فشيئا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، مع سبق الإصرار والترصد كما يقال، المجموعة الحاكمة بدأت تهمش في اللغة العربية وتقضي على جذورها ومنابعها وتعتقل متحدثيها وعلماء وتؤمن مدارسها وتغير معالمها شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى وإن كانت تتمظهر في الإعلام لدعاية ولا ما إلى ذلك. لكن في الواقع العملي الإريتري أصبحت تتراجع هذه اللغة إلى أن أصبحت اليوم وصلنا 32 سنة. اليوم اللغة العربية مثار خلاف بين الناس، اللغة العربية مثار خلاف بين الناس. من الذي أوصلنا إلى هذه النقطة إلى هذا الخلاف وإلى هذا التباين الوطني؟ هي هذه المجموعة الحاكمة. هذه المجموعة الحاكمة 32 سنة، 32 سنة ليس 32 يوم ولا 32 ساعة، يعني أكثر من ربع قرن. يعني 32 عشان ما نكون 50 سنة نصف قرن، يعني باقي لنا فيها كم؟ باقي لنا فيها 18 سنة، 18 سنة ونكون دخلنا يعني 50 عاما، أكثر من جيلين. يعني لو كانت هذه الحكومة الإريترية المؤقتة حتى اليوم، لو كانت وضعت رغبة الشعب الإريتري وحقيقة اللغة عند الشعب الإريتري، لأن اللغة ليست مجرد كلام، وهذه أكبر أكذوبة مارستها هذه الزمرة الحاكمة. تعاملت مع اللغة قالت اللغة هي مجرد تواصل، مجرد أداة للتواصل. اللغة ليست مجرد أداة للتواصل أبدا، وخاصة اللغة العربية. اللغة العربية هي اللغة الوحيدة
في دنيا اللغات التي يقال عنها إنها لغة البيان. ولغة البيان أن تبين ما في خوارجك، ما في نفسك. في إريتريا اللغة العربية ليست مجرد أداة للتواصل، كما كان يروج لها كثير من كوادر هذا التنظيم. مسؤولين كانوا يقودون في العمل الإعلامي وهم متحدثين باللغة العربية مع الأسف الشديد. ولو لم يكونوا متحدثين باللغة العربية لما تولوا مناصب في وزارة الإعلام، ما كانوا أصبحوا مدراء للأقسام العربية كلها، فقط لأنهم كانوا هم مقاتلين ما في شك، خرجوا إلى الميدان وحملوا السلاح. والمهم تلك يعني وضعية. المهم ولأنهم كانوا متحدثين بهذه اللغة فأصبحوا مسؤولين في الأقسام العربية كلها. الطامة الكبرى عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهد، وهذا يوم نصدق فيه الحديث يعني، ولم نخرج في هذه القناة إلا أن نقول خيرا أو لنصمت. وهكذا المؤمن يعني، المؤمن إما أن يقول خيرا أو ليصمت. هؤلاء الذين بحكم لغتهم العربية، لغتهم اللغة الأم يعني لغتهم هي اللغة العربية في البداية، ثم تعلموا اللغة التجرينية فأصبحوا مسؤولين. هؤلاء الطامة الكبرى الذين أصبحوا مسؤولين لمجرد حديثهم ومعرفتهم باللغة العربية هم الذين كانوا يعني يقولون لنا ليس لنا علاقة بهذه اللغة. نقول لهم يا جماعة ما عندنا علاقة بها، اللغة هذه مجرد تواصل لاعتبارات معينة نرد مخنياتات. يعني كان يقولوا كده، الطاغية الحاكم بأمره هو يقول كده، نحن نتعامل مع اللغة العربية لظروف استثنائية، لأوضاع خاصة يعني، أو لاعتبارات ضمنية يعني. كانوا يقولون لنا هكذا. وأنا أذكر في يوم من الأيام والله العظيم، وأنا أتحدث بكل صدق يعني، يوم من أيام الاحتفالات بعيد الاستقلال ونحن جالسين على البث المباشر في الإذاعة بالقرب من ساحة من قومشتاتو يعني شارع الحرية يعني، حيث كانت استوديوهات الإذاعة الموروثة من الاستعمار الإثيوبي في تلك المنطقة، بالقرب ملاصقة على التليكومينيكيشن يعني مكتب الاتصالات. وكانت والله ساعات الاستوديوهات أجود مما هي عليه الآن حقيقة يعني. يعني نحن أصواتنا في البداية، في بداية 92 93 94 كانت أصوات يعني أصوات فعلا يعني. كانت الإذاعة الجانب الفني فيها، جانب الفني الموروث من الاستعمار الإثيوبي كان جيدا، إلى أن جاءت الأجهزة الحديثة وقام بتركيبها حقيقة يعني. ونقول بكل صراحة، ركب تلك الأجهزة في فورتو حيث تقبع وزارة الإعلام الآن، في تلك المنطقة غير الصالحة أبدا لأن تكون وزارة الإعلام هناك. قام بتركيب هذه الأجهزة مبتدئون لا يعرفون يعني الأجهزة الصوتية هذه يركبوها ناس مهندسين، مهندسي علم الصوت، مهندسي الوسائل الحديثة هذه. فقام ركبوها يضرب الصوت من هنا ويضرب من هنا. والله لا أن تفاجأنا بأصواتنا لما بدينا البث من فورتو. والله أنا شخصيا والله يعني قلت هذا ليس صوت الذي أعرفه يعني. وكثير من المذيعين برضو أنا قلت ليس هذه الأصوات التي كنا نعمل بها في الاستوديوهات القديمة يعني. وكانت المكسرات مكسر جيد يعني حقيقة يعني، مع أنه ده كان حديث لكنه يحتاج إلى خبير يعني يركب تلك المهم شيئا فشيئا. وخلاص الناس اعتادت على الصوت الفلاني وهكذا وخلاص، والناس تدربوا. ولكن الحق يقال تلك الأجهزة يا ما عملت فينا أفلام ومقالب يعني. مرات أنت داخل الاستوديو يضرب الصوت ويتقفل العناية والحق، تلك قضية أخرى. عموما فأولئك أرجع للمناطحة والمغالطة والمفارقة العجيبة. واحد من المسؤولين الناطقين باللغة العربية يعني بدأ الحديث، وكان أحد الزملاء معي وأنا كنا ثلاثة ونتحدث عن اللغة العربية، نخرج ندخل الاستوديو ونقول كلمتين بالتقرينيا، الجماعة يقول كلمتين، كان بث مشترك يعني مثل هذه الأيام أيام احتفالات. فدار الحديث عن اللغة العربية، فالرجل طبعا يعني بدأ سل سيفه القديم يعني، المسؤول بتاعة المجموعة من المجموعة الحاكمة هذه، بس هو مدير يعني، وأتحفظ على ذكر اسمه وأتمنى له السلام والصحة يعني. المهم فبدأ يقول لنا نحن ليست لدينا أي علاقة باللغة العربية. يا راجل كيف نقول له كيف ما عندنا علاقة؟ فنحن طبعا بدأنا ندافع دفاع المستميت يعني،
وقلنا له كيف، إلى أن وصلنا قلنا له أنت لو ما بتعرف اللغة العربية تصبح مسؤولنا؟ يعني ليس بهذا الشكل المباشر، ولكن لمحنا له بذلك. يعني أنت ميزتك أنك أنت تعرف اللغة العربية، ولذلك نلت ما نلت. فلا تحفظ الجميل لهذه اللغة التي من خلالها أصبحت مسؤولا ومديرا لناس نحن مؤهلين يعني، وكنا أنا والزميل خريجين يعني. عموما فاشتاط غضبا ذلك المسؤول وقال لنا كيف تقول ذلك؟ يعني بالتلميح هو فهم، وطبعا برضو الجو سخن كده بتاع. فقال وقفوا الكلام بعد كده، ما تتكلموا لي في موضوع اللغة، ممنوع الكلام عن اللغة وبتاع والحديث باللغة العربية. الحديث الذي يتم التهديد به والتلويح وبتاع. وقال لا أنا كمسؤول أحذركم أن لا تتحدثوا في موضوع اللغة بعد الآن، واقفلوا الموضوع تماما. طبعا نحن عباد فقراء إلى الله، ونحن ما عندنا تلك السطوة والسلطة، غير أنه بس ناطحنا كده بتاع. هو كان رجل برضه يعني ما كان ممكن أن يمرر هذه المناطحة وهذه المجادلة، يعني كان يمكن أن يرفعها يعني. هؤلاء يقول يشتكون إلى الله من مما آلت إليه الأمور، وهم يتحدثوا بنخوة عروبية وكده بتاعه، والشكوى إلى الله في أمام تلك الزمرة يعني يمكن تطالك ما تطالك. المهم يشكر على أنه لم يرفع تقرير، لكنه يعني حقيقة هددنا تهديد المسؤول فسكتنا. هذا نموذج أنا حبيت أذكره كيف تراجعت اللغة، بمعنى حتى الذين من خلال اللغة تولوا مناصب وتقدموا الصفوف وما إلى ذلك تنكبوا الطريق، ولأنه داخل في دماغهم أنه هذه ما لغتهم وما لغة الشارع وما لغة الإعلام. عموما وفق هذه النظرة المخطط لها تخطيط كبير، تراجعت اللغة. صحيح كان في القسم العربي مثلا في الإذاعة، لكن حقيقة خلونا نقول برضو عشان يعني أصلا تبديات اللغة تجدها فين في أي مجتمع. إذا دار تعرف لغة الشارع يقولوا لك في علم الإعلام انظر إلى لغة الإعلام الموجودة في الطرقات. الباعة يبيعوا إيش مثلا؟ إذا بيبيعوا صحف مطبوعة باللغة العربية تعرف إنه هذا المجتمع اللغة دي لغته يعني إنجليش مثلا، اللغة التقرينية، لغة البتاع. يعني انظر إلى الإعلام، شوف المناهج، وفي نفس الوقت انظر إلى لغة الشارع، أطلع على الأسواق العامة. فلو مسكنا كل الفروع هذه ربما لا تكفينا حلقة، لكن أنا سأركز إنه لأنه الإعلام بالذات إعلام الداخل، إعلام المجموعة الحاكمة، إعلام عندما نقول الإذاعة والتلفزيون والصحافة. وهذا الإعلام طبعا استخدم الوسائل الأخرى اللي هي وسائل الإبداع المؤثرة على المجتمع، سواء كان في الغناء، في المسرح، في المنشورات، في الأشعار وما إلى ذلك. طبعا يعني كانت في توليفة شوية ما غريبة، لكن غريبة كانت في طريقتها، إنه كيف تم تسخير إمكانات المبدعين توظيفها إعلاميا بما يخدم منهجية ورؤية وفلسفة التنظيم الموجود، إلى أن يعني حتى الخطوط التي تفصل بين الإعلام والجانب الثقافي الفني الإبداعي وما إلى ذلك، هذه الخطوط كلها تداخلت. ولأنه الإعلام من خلال توظيفه للطاقة الإبداعية الموجودة للشعراء والمغنين والفنانين والمسرحيين وما إلى ذلك، طبع الشعب الإريتري في رسالة معينة بلغة معينة برؤية معينة. 32 سنة خرجت هذه الرؤية، بالإضافة إلى ذلك منهج التعليم خرج مجتمع دخل في إشكالية لغوية. هنالك من يقول إنه هذه اللغة هي لغته وتنتمي له، ومش يعني مش بالبعد العقدي، بالبعد الديني، لا. حتى ونحن في هذا البرنامج تحدثنا كثيرا إنه اللغة العربية في إريتريا صحيح المسلمون يقرؤون بها القرآن الكريم، ولكنها لم تكن في يوم من الأيام خاصة بالمسلمين فقط. قبل مجيء الإسلام اللغة العربية كانت في إريتريا، ولمن يرجع للتاريخ سيتأكد ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم عندما دخلوا بلاد الحبشة، والصحابة رضوان الله عليهم يخاطبوا
النجاشي كان الحديث باللغة العربية، لم يثبت في التاريخ أن كان مترجم يترجم له وبتاع، قرأ له القرآن وفهم الكلام والكلام الطيب الموجود. ده دليل على أنه منطقة الحبشة كلها بما فيها إريتريا اللغة العربية كانت موجودة فيها. وتحدثنا عن البعد التاريخي والبعد الحضاري للغة العربية في المنطقة. وعندما نقول الحبشة، إريتريا جزء من تلك المرحلة، بل هي مركزية المنطقة التي يمكن عليها منطقة الحبشة، وإن كان هي تضم السودان وجيبوتي والصومال وإثيوبيا. لكن ولذلك اللغة العربية بعدها وجذورها معروفة. فعندما تأتي في صيرورة العمل والحديث عنها فيما بعد الاستقلال، وتؤكد على أن هذه اللغة عمليا تؤكدها في المناهج في الإعلام وتؤكدها، كان المجتمع بكل سهولة كان سينخرط. لكن عملك الإعلامي وتسخيرك للجانب الإبداعي الذي له تأثير مباشر في حركة المجتمع، وغياب المنهج الذي يضع اللغة العربية مع اللغة التجرينية، أنت يعني فرضت على هذا المجتمع أن يخرج بلغة واحدة. وبالتالي تشاكث الناس إلى أن وصلوا درجة الخصومة. صحيح المجتمع في الداخل راضي بالموجود، ولكن خطاب الخارج الموجود اليوم، خطاب الخارج إلى أن برزت مجموعة تقول هذه اللغة ليست لغتنا، ما عندنا بها أي علاقة. وهذه طبعا يعني معضلة وطنية كبرى ما في شك يعني. ولذلك نحن نقول في مثل هكذا أيام أسأل بالمراجعات. وعشان كذا نحن قلنا حصاد اللغة العربية خلال 32 عام من عمر الاستقلال، من عمر التحرير، يعني أين هي؟ على كل عزيز المستمع وعزيزة المستمعة، الإعلام كيف كان شكله بعد 91؟ صحيح كانت في أقسام للغة العربية وأقسام للغة التجرينية واللغة التجريت والمتاهات اللغوية الكثيرة، مع احترامي الشديد لكل اللغات، لكل اللغات أنا أحترمها وبنعمل معها كمان. لكن في نفس الوقت إنه نحن ما نستطيع أن نقول إنه الشعب الإريتري، هل كانوا أولئك أغبياء أجدادنا مثلا وآبائنا عندما حددوا إنه اللغة العربية واللغة التجرينية هي اللغتين الرسميتين لهذا المجتمع؟ هل كانوا هم ظلمة بالنسبة للغات الثانية؟ هم كانوا على وعي كبير إنه بقية اللغات بتدخل، إما دخلت في اللغة العربية وإما دخلت في اللغة التجرينية. وبالتالي يعني حسم ودوما يعني، والتاريخ أثبت عزيزي المشاهد، الدولة التي تتعدد فيها اللغات وما تعرف هناك، إلى أن دخلت بعض الدول بعد الاستقلال اعتمدت لغة المستعمر، لغة المستعمر الذي نكب بها والذي يعني شردها وظلم وكذا بتاع، اعتمدت لغته. فأصبحت هي لا حرة ولا مستعمرة، هي بين هذا وذا. والحياة واللغة عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. يعني عندما يخرج المستعمر ويترك لك لغته مثلا، فهل خرج؟ لم يخرج. بثقافته موجود، بمنتجاته الأدبية موجود، بلسانه موجود. واللغة تحمل في طياتها ومضمونها كثير من الأشياء، تحمل بعدا حضاريا. بعد كده خش في الحضارة، خذ أي عنوان كما شئت عزيزي المشاهد وعزيزي المشاهدة. إريتريا كانت في مأمن، خرج من المستعمر الإيطالي ولم يترك لغته. صحيح لغة الشارع انديامو سبيريامو مانجورنو باي تشاو، يعني في مفردات موجودة، لكن لم تكن يعني أداة لمنهج للتعليم وما إلى ذلك، كانت مدارس إيطالية. دخل المستعمر البريطاني، المؤسسة العسكرية، الإدارة البريطانية العسكرية، خرجت ولم تكن لغتها هي لغة الواقع والشارع الإريتري، إلى أن دخلت إثيوبيا. وإثيوبيا مارست ما لم تمارسه المستعمرون ذوي العيون الخضر، ففرضت لغتها وأمهرت المجتمع ده عن بكرة أبيه. وخلاص كلهم بيقدر يقول يعني عند شلا يهوتسكاون يعني مثلا، يعني في الأشعار وفي الأغاني وهكذا يعني. وأصبحت هي لغة العلم، والزول الدار يؤكد على أنه هو متعلم وكذا لازم يرمي لك كلام كده وإذا لم تتحدث باللغة الأمهرية أنت ما عد. بل كانت هي مادة للنجاح. وكثير من النجباء وكثير من النبغاء النابغين
طلاب الإريتريين لعدم إجابتهم اللغة الأمهرية تخلفوا وتراجعوا وحرموا، وكانوا حيكونوا ناس مبرزين يعني. والذين أدركوا ذلك تعلموا الأمهرية على كبر يعني، تعلموها في الدروس المسائية وبتاع، لأنه بقت واحدة من أدوات العمل وأدوات أن تكون يعني تجد مناخ وتجد فرصة وهكذا. فنحن نقول إنه يعني لو كان المجتمع الإريتري فإريتريا خرجت من الاستعمارات تلك كلها ولم تأخذ لغة المستعمر، حري كان بها وحسمت المسألة، حسموها لأن ناس البرلمان. والله في كثير من الدول داخلة في جدل لغوي حتى اليوم، وأحدثت فيها خلافات، احترابات، ما دايرين نضرب أمثلة. لكن إريتريا كانت في مأمن، حسموها لنا الكبار وقال لنا يا جماعة اللغتين العربية والتجرينية مظبوط، وكان يمكن أن نسخر باقي الإمكانيات إلى المشاريع السياسية والوطنية الكبرى. لكن أرجعتنا هذه الزمرة الحاكمة إلى ما قبل، لم يرجعنا فيه الاستعمار، ففرضت لغة واحدة عمليا يعني، في عناوين موجودة وشعارات موجودة وما إلى ذلك، إلى أن تراجعت أصبحت هي اللغة الوحيدة. نحن نتحدث اليوم في الذكرى 32، هذا الرئيس الذي يحكم البلاد قدم 32 خطاب. ال 32 أهو استمعت له قبل أيام عزيز المشاهد يوم الأربعاء اللي فات، 32 خطاب كله كان خطاب بلغة واحدة، وهو الذي يعرف يتحدث باللغة العربية. أنا استغربت عندما تحدث، قال في آخر مقابلة عملها يتحدث عن الأوضاع في السودان، وطلب منه زميلنا عزيزنا أستاذ سليمان عثمان عبه، فقال له يا أخي باللغة العربية قل كلمة للشعب السوداني. والله العظيم الشعب السوداني نحن ننتمي إليه ونحبه ونحن منه وهو منا، لكنه والله ليس أقرب إلى اللغة العربية من إريتريا تاريخيا وعمليا. السودان متى اعتمد اللغة العربية عمره لا يتعدى 100 سنة، بينما اللغة العربية بعدها الحضاري في إريتريا أكثر من 400 ولا 500 سنة، بل أكثر من ذلك. فتحدث إليهم باللغة العربية. ما كان قمين بهذا الرئيس الفرعون الحاكم بأمره أنه يتحدث ولو يوم واحد إلى هذا الشعب باعتباره جديد هذه اللغة ويتحدث بها. أنا إن شاء الله حأحكي بعدين قصة كده حكاها بروف جلال الدين محمد صالح في واحدة من المقابلات، إنه كيف يعني هذا الفرعون إنه يتمظهر بها ويعمل بها، يكشر بها كما يقال يعني، أو يظهر بها عضلاته في مواقع معينة، وفي نفس الوقت يحرم الشعب الإريتري من هذه اللغة. وبالتالي تحدث الفرعون باللغة العربية إلى الشعب السوداني. الشعب الإريتري كان، أنا في تقديري لو كان ذكيا وكان يريد الصلاح ما عيب يتكلم بالتجرينية. أنا ما أقول ليش يتكلم بالتجرينية، هي لغته، اللغة الأم بالنسبة له، لكن على الأقل عشان تعمل تركيبة وتوليفة لهذا المجتمع وتترك الإحساس بالنسبة للزول اللي ما يفهم هذه اللغة. يعني أنت تدرك على أنه، وكان بالمناسبة أن يكون رئيس، أول رئيس للدولة بعد 91، طبعا إريتريا بعد الاستعمار شهدت حكومتين كده، لكن فلنعتمد 91 هي الحكومة الأولى مثلا، مع أنه كانت في حكومة مجموعات تانية في الأربعينات لحد ما إثيوبيا تسحب البساط يعني وتنزل العلم. أن يكون أول رئيس يعني يجيد اللغتين، دي كانت فرصة وسانحة، وربما كان لحكمة الله يؤتي الحكمة الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعني ليس بعنتريته وكده بتاع، ربنا اداه هذا الحكم. كان مفروض هو يقول والله أنا يعني هذا الشعب اللغة العربية والتكرينية وهذا الشعب وتركيبته هكذا، فأخاطبه. بالله كم واحد كان سيستقطبه من خطاب الرئيس عندما يأتي باللغة العربية في مناسبات وفي لغاءاته الكثيرة اللي كلها كانت بالتجرينية قليلا باللغة العربية.
كان يمكن أن يكون حديثه يقول أنا رئيس لمجتمع فيه هاتين اللغتين العربية والتجرينية. والله هذه كانت تحفظ له وتخط ذاته ميزته، وما في واحد ممكن يتكلم زيه في المجموعة الحاكمة بقدرة قادر يعني، وبالميثاق الشرعي مثلا، أو بشرعية الثورة يعني. يعني مع أنه الأمر مفوض إلى الله يعني أولا وأخيرا، ولكن برضو بقانون الثورة بيحكم. في المجموعة الحاكمة ما فيش حد ينافسه أن يتحدث. كان هناك من يتحدث من الذين يعني انزووا وتم تصفيتهم وراحوا يعني، وتم تغييبهم. عموما من هذه المجموعة الموجودة هو الوحيد الذي يمكن أن يتحدث بالعربية والتجرينية. كم كان سيكون يعني مقبولا لدى الشارع، وخطاب لمن يكون خطاب الرئيس بالعربي وبالتجرينية كان يمكن هو أن يقرأه بنفسه أحسن مما يقرأه آخرون زملائنا هم وأحبابنا يعني. أيها الإخوة المشاهدون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. برنامج مع اللغة العربية يعده ويقدمه لكم أحمد شريف. تحياتي وزملائي في الإشراف والإخراج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.